أكلة سهلة وبسيطة ومفيهاش أي افتكاسات خالص، وغدا لذيذ جدا، وتتبيلتها زي الفل. صينية دبابيس فراخ بالبطاطس، ولا أجمل ولا أروع من كده. معاها رز حبة وحبة هتشوفوه دلوقتي. الحقيقة الغدا كان سهل وبسيط وعجبنا كلنا. يلا بينا نعمله مع بعض وإن شاء الله تعجبكم انتوا كمان. الدبابيس بتغسليها كويس قوي وبتصفيها من المية خالص زي ما انت شايفة كده، وبتسيبيها بالجلد بتاعها، ما تشيليش الجلد بتاعها لان الجلد بيحميها وبيدي طعم وريحة برضه. فلفل اخضر وبطاطس وبصل وليمونة، ده كده هنستخدمهم زي ما هم كده. وفي بصلاية مبشورة وسبع فصوص توم، يعني هي التتبيلة بتعتمد على التوم اكتر من البصل. بس انا بشرت بصلاية صغيرة قد البصلايات اللي محطوطة دي، وسبع فصوص توم بشرتهم وسبتهم على جنب. فتحنا بقى الدبابيس كلها زي ما انتم شايفين كده، وجبت البصلايه والسبع فصوص توم مبشورين وحطيتهم على الدبابيس. مشي معايا خطوه خطوه وانت هتلاقي معاكي في الاخر غدا جميل جدا. فلفل اسود، طبعا انا بحط كميه مش كتيره، يعني مش معلقه، انا مليت المعلقه بس حطيت تقريبا نص المعلقه الصغيره. برضو ملح، وهنحط باقي التوابل مع بعض دلوقتي. كمون، حاجة بسيطة قوي قوي، ما تكتريش عشان ما يبقاش فيه ريحة جامدة. كمون هي بس حاجة بسيطة. كزبرة وسبع بهارات. وكمان معانا الليمونة دي هنبشرها، يعني هبشر الليمونة، اخد البشر بتاعها واعصر نص ليمونة بس هي دي كل المكونات اللي عندي. سهلة ازاي؟ بسيطة جدا، بس طعمها هيبقى خطير لان التوم مع الليمون مع الحاجات دي بيخلي ريحة الفراخ حلوة قوي قوي. ومعلقتين زيت هنرشهم كده على الدبابيس. وفي الاخر بقى همسك كل الدبابيس دي، ادخل كل التتبيله ببعضها كده. كل الفتحات اللي انا فتحتها هحط فيها شويه من التوابل. كل الدبابيس هعملها بالطريقه دي. وعايزه تسيبيها بقى شويه، يعني ممكن تتبليها من بالليل وتسيبيها لو عندك كميه، او الحقيقه انا عملتها على طول ما سبتهاش يعني. بس انت ممكن تتبليها وتسيبها ساعة 2، او تسيبيها من بالليل للصبح، مفيش اي مشكلة خالص. في التلاجة طبعا مفيش اي مشكلة خالص. خلاص كده تبلت كله، وريحتها جميلة جدا لان ريحة الثوم بتبقى زي ما بقول لكم مع الليمون بتبقى حلوة قوي قوي وسهلة، يعني ما خدتش مننا وقت بصراحة خالص يعني. حطيت بقى كل الخضار اللي عندي، البطاطس والبصل والفلفل، فتحته بس، يعني فتحت الفلفل كده زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. كله فتحته، حتى البطاطس كمان والبصل فتحتهم نص تفتيحة كده عشان البطاطسية تستوي مع تاخد سوا الفراخ، والبصل برضو ياخد سوا الفراخ. بس انا كنت حابة ان انا اسيب البطاطس كلها على بعضها لان هي بطاطس مش كبيرة بس شكلها حلو، والبصل نفس الحكاية. هبدأ ارص بقى الدبابيس بتاعتي مع الخضار بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هحط واحدة خلف كل واحدة خلف التانية، هظبطهم وفي الاخر هتشوفوهم اتظبطوا ازاي. تمام كده زي الفل. ويعني بصراحة في ساعات الواحد بيبقى مش عارف يعمل غدا ايه، بتتصرفي. شفتي رصتهم بالرصة دي، وتبقى في الاخر شوية توابل كده مع التتبيلة. تتبيلة يعني بالثوم والحاجات، حطيتها بقى على الوش كده. وعشان البطاطس، وحطينا شوية مية كمان، حوالي يعني اقل من نص كوباية، او يعني قولوا نص كوباية صغيرة مية. وعشان البطاطس والفلفل والبصل ما كانوش فيهم ملح ولا حاجة، فانا حطيت رشة ملح صغيرة قوي ورشة فلفل صغيرة قوي بس. هرش بقى يجي معلقة ونص زيت او معلقة زيت عليهم وخلاص، برضو عشان يعني ما بكترش دهون قوي، عشان اصلا الدبابيس بتاعت الفراخ بتبقى من الحاجات الدسمة بتنزل دهون. وغطيتها بورق فويل وحطيتها في الرف اللي في النص في الفرن. طبعا كل التسوية كانت في الفرن، ما حطيتش فوق خالص. في الرف اللي في النص على اعلى درجة في البوتاجاز، غابت حوالي ساعة، يعني مش اقل من ساعة، ممكن ساعة، ساعة الا 5 دقايق كده يعني. على بال بقى ما هي ما تستوي معاكي وتسيبيها بقى في الفرن براحتها وما تقلقيش عليها، عملت شوية رز، بس شوية رز زي الفل. الرز حبة وحبة جميل جدا. بتحط شوية زيت وبتحط تلت الرز، يعني انت مثلا لو هتعملي كوبايتين رز بتحطي تلت الرز اللي عندك عموما ايا كان هو ايه. وبتسيبي الرز التاني
جنبك كده عشان هتحطيه بقى على الرز. لما الرز ده يبقى لونه ذهبي وحلو كده هتضيفي عليه الرز اللي باقي ان شاء الله. هيكلكع منك كده والنشويات هتمسك في الرز كده ببعضها، ما تقلقيش. غيبي قلبي فيه خالص عادي لحد ما يفك معاكي ويبقى بالشكل ده، اللون الذهبي الجميل الحلو جدا. لا تفتحي عن كده ولا تغمقي عن كده. هتضيفي عليه بقية الرز اللي قلتلك عليه وبس. وهتحطي له بقى الميه بتاعته. انا بحط الحقيقه ميه مع لبن الاول. هتاخديه تقليبه كده تشويحه مع بعضه. شايفين اللون يا جماعه؟ اللون خطير جدا. وكمان النسبه بتاعه الرز مش يعني يعني دايما انا بعمل التلت والتلتين. التلت بحمره والتلتين بسيبه ابيض، فبيدي لون حلو قوي مع بعضه، بيبقى شكله حلو جدا بعد ما يستوي. هتشوفوه دلوقتي. وبرضو وانا بسوي الرز الحبة وحبة بعمله معاملة الرز بالشعرية. بحط عليه لازم المقدار نص لبن ونص مية، او التلت لبن والتلتين مية مع شوية فلفل اسود مع الملح. انا كده بقلب، بس هزود بقى بقية المعيار مية، لان هي لسه المعيار بتاع الرز ناقص شوية مية، فهحط له مية. اللبن ده بيخلي ريحته فظيعة جدا مع الفلفل الاسود، بس ما تكتريش فلفل اسود، يا دوب كده حبة بطرف الشوكة او المعلقة. على بال ما الرز استوى كانت البطاطس والدبابيس استوت. الريحة تجنن. كل البطاطس والدبابيس استوت وبقت جميلة وزي الفل. حطيت لها بس يا دوب حاجة ربع كوباية مية بس عشان يبقى فيها صوص، ورحت مدخلاها تحت الشواية. عايزة تزودي في الحالة دي تدهنيها كده فرشة سمنة او زبدة، مفيش مشكلة. ما انتش عايزة مش مهم، هي هتحمر. بس خدي بقى من شوية الصوص دول، حطي على البطاطس وحطي على الدبابيس ودخليها تحت الشواية. والله خطيرة جدا. انا يمكن من الحاجات اللي بحب اكلها، بحب من الطرق بتاعت الدبابيس اللي بحب اكلها هي الطريقة دي، الى جانب اللي هي اللي مستوية في شوربة ومتحمرة يعني ديت. حلوة جدا جدا وهتعجبكم اوي لو عملتوها. وادي الرز استوى وشايفين لونه عامل ازاي وريحته خطيرة جدا. وادي البطاطس طلعت من الفرن خطيرة جدا جدا ولسه بتغلي اهيت. وهنبدأ ان شاء الله نغرب بقى، وتفضلوا معانا. هوريكي بس شكل الرز لان في ناس بتكتر الرز المتحمر، فبتخلي ما بيبقاش فيه الرز الابيض، ما بيبقاش موجود قوي. بس الحقيقة لو عملت التلت والتلتين زي ما قلت لك هيبقى حلو قوي قوي. وتحط له بقى شويه اللبن مع الميه وشويه والفلفل مع الملح، دي بتبقى حلوه قوي قوي. شايفه شكل الدبابيس وهي طالعه، وشايفه البطاطس مستويه ومتحمره، وشايفه الفلفل والصوص والبصل وكله حاجه تجنن. هناخد بقى شويه صوص من ده نحط على الفراخ، والف هنا وشفا وصحتين والف هنا. حاجه جميله جدا. عايزه تعملي معاهم بقى شويه سلطه. لو انت بتعملي دايت ممكن تاكلي كده وتقللي نسبه الرز شويه، وتاخدي تعملي طبق سلطه شويه جرجير وطبق مخلل، والف هنا وشفا. ومطرح ما تسري تمري. شكرا وباي باي.